يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض محشي الطماطم. محشي الطماطم من المحاشي الجميله جدا واللي احنا دايما مش كتير نعملها. محشي سهل وسريع وما بياخدش وقت. وهنقدم معاه كمان رز بالخلطه، بقيه خلطه المحشي هنسويها مع بعض بطريقه سهله واقتصاديه، ومقادير كلها من البيت. مش هتتكلفي اي حاجه، كل المقادير هتلاقيها موجوده عندك. تعالوا بقى نشوف مع بعض الطريقه. هنا انا عندي طماطم. اهم حاجة في الطماطم انها تكون جامدة، طماطم سلطة، وتكون كمان حجمها مناسب، يعني مش طماطم صغيرة، تكون حجمها وسط او طماطم كبيرة يعني. هنا انا بشيل الاول الجزء من فوق الطماطم، جزء صغير كده، عشان نبدأ نفضي الطماطم مع بعض. الطماطم احنا بنقورها، انا بستخدم المقورة وكمان بستخدم معاها معلقة صغيرة. الاول ببدأ اشيل الزهرة اللي جوه الطماطماية بالمقورة بالراحة خالص. احنا قايلين اهم حاجة ان الطماطم تكون جامدة معايا، علشان واحنا بنقورها الطماطم ما تفتحش مني، وكمان وقت السوا بتاعها لانها ما بتاخدش اصلا وقت كتير. الطماطم تستوي معايا حلو، ما تتهراش معايا، لانها لو اتهرت معايا المحشي هيبوظ كله. انا الاول ببدا اشيل الزهره من جوه، وكمان انا مش بقور الطماطمايه كلها، يعني مش بنعمها خالص في التقوير زي مثلا لما بنكون بنقور البتنجان. لا، انا بخلي القشره الخارجيه بتاعتها تكون سميكه شويه بحيث انها ما تتهريش معايا في السوا. وببدأ انزل كل القلب بتاعها كويس قوي. طبعا القلب ده احنا مش هنرميه، احنا ان انا هستخدمه في الحشوة، وكمان هستخدم منه جزء يعني، والباقي احنا بنضربه في الخلاط وبنحطيه في الفريزر تاني، تطلعيه في اي اكلة او اي حاجة تقدري تستخدميه فيها، ممكن محشي تاني، ممكن اي خلطة محشي تانية تقدري تستخدميه فيها. هبدأ افضي الطماطمايه كويس من جوه، بحيث ان القشرة الخارجية بتاعتها تكون سميكة معاكي عشان ما تتهريش منك وقت السوا. هعمل معاكم واحدة كمان برضو، بنشيل جزء اللي فوق الطماطماية، جزء صغير خالص، انا بسيبه علشان اغطي بيه الطماطم وهي في الفرن بتستوي، بحيث ان الرز بتاعي ما يطلعش منها. يعني تبقى زي كفر كده للطماطم كشكل جمالي بس مش اكتر. وهبدأ اشيل الزهرة اللي جوه الطماطمايه الاول بالمقوار، او ممكن بالمعلقة الصغيرة حسب ما تحتاجي وحسب ما انت ايدك وانت بتطلعيها هتحسي انت محتاجة اذا كان المقوار معاكي كويس، او هتحتاجي تطلعيها بمعلقة. هنا بنفضيها كويس. انا هنا هحتاج على فكرة استخدم معاها معلقة، فكملت بقية التقوير فيها بمعلقة صغيرة لغاية لما فضيت معايا. واهم حاجة زي ما قلتلك ان يكون القشرة الخارجية بتاعتها سميكة، ما نفضيهاش قوي. اهم تشيلي بس البذر، يعني المهم ان احنا نشيل البذر بتاعها. هنا بقى عندي الخلطة. انا ما بحب احط بصل كتير في المحشي عامة، فانا هنا عندي 3 بصلات فرمهم ناعم في الكبة، هاخد نص الكمية وهبدأ احمر نص كمية البصل لغاية لما ياخد معايا لون. انا بحب ادي النص البصل لون في المحشي، يعني ياخد لون كده ذهبي حلو. وده كمية الزيت اللي انا هستخدمها في المحشي كلها، يعني دول حوالي 3 معالق زيت كبار، مش هحط زيت تاني في الخلطة. وكمان الملح بتاعي برضو ده الملح اللي هستخدمه في الخلطة كلها، وفلفل اسود. هسيبهم بقى على النار لغاية لما البصل ياخد لون معايا. هنزل هنا بالرز والخضرة اللي أنا مستخدمة، خضرة شبت وبقدونس بس، ما استخدمتش حاجة تانية. ممكن تحطي معاها نعناع مجف نعناع فريش. وكمان باقي كمية البصل بتاعتي، كمية البصل اللي هي الني اللي احنا ما حمرناهوش، هننزل عليه في مع الرز والخضرة. هنا هنرجع بقى للبصل يكون اتحمر واخد لون معاكي. اهم حاجة كمان في محشي الطماطم، هنا هنزل الاول بنص كمية، بجزء من كمية الطماطم او من قلب الطماطم اللي احنا فضيناها. والباقي هضربه في الخلاط، وهعينه في الفريزر ينفع في اي حشوة آم، محشي تاني. الرز انا بكون نقعاه نص ساعة قبلها او ساعة الا ربع، وكمان هنا معلقة صلصة ومكعب مرقة، وهسيبهم يتسبكوا على النار براحتهم. ولما هنزل بيهم على الخلطة ضروري ان هم يكونوا بردوا على قد ما تقدر، يعني سيبيهم يبردوا، ما تنزليهمش على الخلطة الرز والخضرة، عشان الخضرة ما تفقدش اللون بتاعها، تفضل خضرة كده وشكلها حلو في الحشو. الرز انا بكون نقعاه من نص ساعة لساعة الا ربع، لان الطماطم مش بتاخد وقت في السوى. هنا بقى كانت الخلطة جهزت معايا اتسبكت حلو.
وكمان بردت شوية، وهنزلها بقى على الرز. وكمان بحط عليها معلقة دبس رمان كبيرة. معلقة دبس الرمان يا جماعة في المحشي تحفة، بتغير طعم المحشي تماما، يعني بتليق على محاشي كتير جدا. طبعا مش كل انواع المحاشي يليق عليها، بس محشي الطماطم، الورق العنب، كذا حاجة كده بيبقى فيها محشي اللي بيبقى فيها الدبس الرمان بتغير طعمها، بتديها طعم مميز كده مختلف. وهنقلبه كويس. وكمان هحط معاهم معلقة كبيرة من النعناع الناشف. هنقلب بقى النعناع الناشف مع بقية الخلطة بتاعتنا لغاية لما كله يمتزج مع بعض. انا بسوي دايما محشي الطماطم في صينية في الفرن، فهاخد واحدة واحدة كده ونحشيها. بحط فيها حوالي معلقتين رز، ما زودش كتير علشان الرز ما يطلعش بره الطماطم. وكمان بغطيها بالغطا بتاعها زيادة تأكيد ان هو مش هيطلع بره. انا هنا خلصت الكمية بتاعتي. معايا بقى كوباية مية فيها مدوبة فيها مرقة خضار. طبعا تقدري تحطي شوربة فراخ او شوربة لحمة. وناخد بالنا ان احنا ما نزودهاش كتير مية، لان الطماطم اصلا بتنزل ميتها، فعشان برضو ما تتهريش منك. هغطيها بقى بورق زبدة وورق فويل، وبحطها في الفرن على درجة حرارة 200 اول 10 دقايق او 8 دقايق بكون مغطياها. وبعدين ببدأ اشيل الغطا ده واخليها بقى تكمل سواها على براحتها لغاية لما الطماطم تاخد معايا لون. هنا باقي الخلطة بتاعتي بقى اللي اتبقت معايا هسويها على النار في حلة على النار ما فيهاش اي مادة دهنية. هنزل بالرز بتاعي، رز خلطة المحشي. هقلبه كويس قوي في الحلة بتاعتي علشان المية اللي بتكون نازلة في الرز مكان خلطة المحشي والطماطم وكده تنشف معايا كويس الاول. وهنزل عليها بالمية المغلية، وزي ما هنسوي الرز العادي المية تغلي ونهدي عليها النار ونسيب الرز بقى يتشرب من المية بتاعته. طبعا بتزودي كمية المية اللي انتي بتشوفي الرز بتاعك محتاجها حسب كمية الرز اللي انتي عاملاها. وده كان فيديو النهاردة. يا رب يعجبكم الفيديو. محشي الطماطم بطريقة سهلة صيامي وحاجة مختلفة. ويا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.